طلع خسران الشوط الاول، مفيش اي مشكله، مفيش، اركن بس اركن الشوط. ايه ده يا كابتن حسام؟ والله لو انت منتظر مني اطلع اتكلم واقول منتخب بيلعب حلو بيلعب وحش، كسبانين خسرانين متعادلين، انا عايز اعرف ايه ده. انا عمري في حياتي ما شفت تبديله بتتعمل الدقيقه 30 غير لو في اصابه. انا فاهم ان الراجل تعبان وراجع من اصابه مش عضليه، فكانت بتخليه ما يتمرنش اساسا، واكيد يعني ممكن يكون في اجهاد على ايه ده. هو لو مش جاهز بتبدا بيه ليه؟ ليه مبوظ نفسيه لاعب على الفاضي وهو اصلا مش جاهز يبدا اساسي؟ والله حقيقه يعني انا قاعد بفكر مع نفسي كده، اقول الكلام اللي جوايا واللي جوه كل الناس تقريبا، بس مش قادر اعمل حاجه زي كده من اول شوط، اول 45 دقيقه. حاول على قد ما اقدر حتى لو ده مش صح، ايا كان بقى صح ولا غلط، ادي الفرصه الكامله للمنتخب. خلاص طالما حطيت في دماغك ان انت هتدعم المنتخب ده وهتشجعه، يبقى تديله فرصته الكامله. لان انت للاسف وده اللي يضايق، بتلعب كويس تروح كويس بس مش عارف تفنش، وحتى لما عرفت تفنش الكره رافضه تخش. مانويل نوير اللي واقف عندهم رافض ان اي كره تخش، بس احنا لازم ندخل اهداف الشوط الثاني، انا مش بهزر لان للاسف ده اسهل منتخب في المجموعه. مش عايزين نخش في تفاصيل ثانيه، ان حتى منتخب انجولا اللي خسر من جنوب افريقيا، لو انت ما تعرفش كان بيلعبوا من ساعتين، كان بيلعب احسن من زيمبابوي اللي احنا بنلعبهم دول بكتير.